عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم طلبة سنة رابعة ابتدائي وأولياء أمور سنة رابعة ابتدائي. النهاردة هناخد مع بعض الدرس الثالث في الوحدة الثانية بعنوان الأماكن الخدمية في مدينتنا. يعني ايه أماكن خدمية؟ يعني الأماكن اللي أنا بروحها لو محتاج خدمة معينة، زي مثلا المدرسة اللي بروح فيها عشان أتعلم، او المستشفى او عند الدكتور اني بروح عشان تعبان وعايز اتعالج، او ان انا اروح اشتري حاجة من سوق فدي بنقول عليها اماكن تجارية، او الشرطة اللي موجودة في بلدنا بتأمن لنا البلد فدي بتقدم لنا خدمة أمنية. المهم ان احنا هناخد النهاردة أمثلة كتير قوي 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 على الأماكن الخدمية، الأماكن اللي بتقدم لنا خدمات. أول حاجة لازم نعرفها في الدرس بتاعنا ما المقصود بالأماكن الخدمية. ايه هي الأماكن الخدمية؟ هقول له هي منشآت، يعني مباني مخصصة لتقديم الخدمات المتنوعة للناس. يبقى تاني، الأماكن الخدمية هي منشآت مخصصة لتقديم الخدمات المتنوعة للناس، بتقدم خدمات بأنواع كتير زي الأنواع اللي هناخدها. طب ايه الأنواع دي؟ عندك خدمات تعليمية، ان انت تروح تتعلم في المدرسة. خدمات صحية، انك تروح تكشف وتتعالج في المستشفى. خدمات أمنية، دي بتوفرها لنا الشرطة، وكمان بتوفرها لنا أجهزة الحماية المدنية. عندي كمان الخدمات التجارية، ودي اللي احنا بنلاقيها في الأسواق وغيرها. يعني عندنا أماكن خدمية تانية كتير. بنقول بقى أول حاجة عندنا في الدرس، تضم القرى والمدن أي قرية وأي مدينة فيها عدد كبير من الأماكن الخدمية. يبقى تاني، أي قرية في مصر وأي مدينة في مصر لازم يكون فيها أماكن خدمية، يعني يكون فيها مدرسة، يكون فيها مستشفى، يكون فيها على الأقل نقطة شرطة وهكذا. تمام؟ طيب أهمية الأماكن الخدمية دي مهمة في إيه؟ بتسهل حياة السكان اليومية وبتلبي احتياجاتهم الأساسية. يبقى الأماكن الخدمية مهمة في إن هي بتسهل علينا حياتنا اليومية وبتلبي احتياجاتنا الأساسية، يعني احتياجاتنا الضرورية. احنا دلوقتي خدنا ما المقصود بالأماكن الخدمية. هي منشآت مخصصة لتقديم الخدمات المتنوعة للناس، وأمثلة عليها خدمات تعليمية، خدمات صحية، خدمات أمنية وتجارية وغيرها. وكل القرى والمدن بتضم العديد من الأماكن الخدمية. وأهمية الأماكن الخدمية دي بتسهل حياة السكان اليومية وبتلبي احتياجاتهم الأساسية. نبدأ نقسمهم بقى ونشوف كل نوع منهم هنتكلم عنه في ايه، مهم بالنسبة لنا في ايه، ازاي نحافظ عليه، طب ازاي الدولة بتاعتنا بتحاول تطور ده. نبدأ بالأماكن الخدمية التعليمية، ودي المدرسة. احنا بنروح المدرسة عشان نتعلم، يبقى المكان اللي بيقدم لي خدمة تعليمية وهو المدرسة. أو مثال على ذلك المدرسة. طبعا الجامعات بتقدم هي كمان خدمات تعليمية. تمام؟ بيقول لي المدرسة أحد الأماكن اللي بتقدم خدمات تعليمية. يعني إيه؟ يعني المدرسة مش هي بس اللي بتقدم خدمات تعليمية، زي ما قلت لكم الجامعات بتقدم لنا خدمات تعليمية. إيه كمان؟ بنذهب إلى المدرسة عشان نتعلم، إحنا بنروح نتعلم، ده أساسي. وبنمارس بعض الهوايات المفيدة، زي مثلا الشباب اللي بتلعب كورة في المدرسة، أو البنات اللي بتتعلم اقتصاد منزلي. يبقى تاني، أول حاجة عندي المدرسة أحد الأماكن اللي بتقدم لي خدمات تعليمية، وفي أماكن تاني زي الجامعة. اتنين، احنا بنروح المدرسة عشان نتعلم ونمارس الهوايات المفيدة. رقم 3، بنزور مكتبة المدرسة. ومكتبة المدرسة دي بتضم العديد من الكتب، يعني فيها كتب كتير زي كتب التاريخ. يبقى احنا ممكن في المدرسة لما نكون في المدرسة ندخل المكتبة بتاعة المدرسة، والمكتبة دي طبعا مسموح لأي طالب ان هو يدخلها، هيلاقي فيها كتب كتير جدا. مثال على ذلك كتب التاريخ، اللي لما هتقراها هتلاقيها بتحكي عن أجدادنا المصريين القدماء، وعن حضارتنا العظيمة اللي هي الحضارة المصرية القديمة اللي هم عملوها. وزي ما قلت لكم في الحصة، أي حد ما دخلش المكتبة قبل كده يدخل المكتبة ويشوف الكتب اللي فيها ويقرأ منها ويستفيد من المعلومات اللي فيها، وخاصة كتب التاريخ، ويرجعها مكانها تاني عشان الناس اللي بعديه تقرأ هي كمان فيها وتستفيد، يعني نحافظ عليها. طب
دور الفرد للحفاظ على الأماكن الخدمية المدرسة. أنا كطالب جوه المدرسة أو أنت كطالب جوه المدرسة، إيه دورك عشان تحافظ على المدرسة بتاعتك أو على أي مكان بيقدم لك خدمة تعليمية؟ أول حاجة يجب أن نحافظ على المقاعد، اللي هو المكان اللي احنا بنقعد عليه، الديسك بتاعنا يجب ان احنا نحافظ عليه، ما امسكوش اكسره. احافظ كمان على الكتب بتاعتي او الكتب اللي في المكتبة، واحافظ على المكتبة ذات نفسها وجميع الادوات اللي موجودة في المدرسة، يعني السبورة. المهم ان انا بحافظ على كل حاجة في المدرسة، سواء مقاعد او كتب او مكتبة، وحتى حاجتي اللي جوه شنطتي انا بحافظ على كل حاجة. خاصة بقى الحاجات اللي في المدرسة. ليه جميع الادوات اللي موجودة في المدرسة بحافظ عليها؟ ليه؟ طبعا يجي لي سؤال مهم جدا جدا ويقول لي بما تفسر ليه لازم نحافظ على المقاعد والكتب والمكتبة وكل الادوات الموجودة في المدرسة. هقول له لانها ملك لنا جميعا. الحاجة في المدرسة دي مش بتاعتي لوحدي انا كطالب، ولا بتاعت الفصل بتاعنا بس، لا دي بتاعت الجيل بتاعنا او بتاعت الطلبة اللي بتتعلم السنة دي واللي هتتعلم السنة الجاية، ومش بتاعتي كفرد لوحدي، دي بتاعتنا كلنا. فلازم نحافظ على كل حاجة موجودة في المدرسة. 2، لا نكتب على الجدران. ما ينفعش اكتب على جدران اي مكان انا قاعد فيه، عندي ورقي بكتب عليه، يبقى لا نكتب على الجدران، يعني ما اكتبش على الحيطة. نضع القمامة في الأماكن المخصصة لها. أحط الكمامة معايا، حاجة خلصت حاجة مثلا كيس بسكويت كنت باكله خلصته، فبحط القمامة أو الكمامة في المكان المخصص ليه في الباسكت. طب أنا مش لاقي قدامي باسكت، زي ما علمتكم يا سنة رابعة، في جيب صغير في شنطتي على جنب أنا بحط فيه الكيس الفاضي اللي معايا أو الحاجة الفاضية اللي معايا لحد ما أروح، وبعد كده بحطها في الباسكت بتاعنا في الايه في البيت. يبقى نضع القمامة في الأماكن المخصصة ليها. على فكرة انتوا المفروض بنعمل ده مش في المدرسة بس، بنعمله احنا في بيتنا، بنعمله احنا عند حد من زمايلنا أو حد من قرايبنا، في أي مكان احنا بندخله احنا بنعمل كده. رقم 4، نحترم المعلمين. لازم طبعا انت كطالب تحترم المعلم بتاعك وتقدر دوره في ان هو اللي بيعلمك بيوجهك. على فكرة المعلم مش بيعلم الطالب بس المادة العلمية، لا، المعلم بيربي كمان الطالب، بيوجهه للصح، بيعرفه الصح من الغلط. فيجب بعد كل الحاجات الكويسة اللي بيعملها المعلم مع الطالب ان الطالب يحترم المعلم ويقدر دوره في تعليمه وتوجيهه. يبقى تاني، دور الفرد او الطالب جوه المدرسة انه يحافظ على المقاعد، يحافظ على الكتب، المكتبة وجميع الادوات اللي موجودة في المكتبة، لان هي ملك للجميع. لا نكتب على الجدران، ما ينفعش تكتب على الحيطة. نضع القمامة في الاماكن المخصصة لها، ولو ما لقيتش المكان المخصص لها اشيله في شنطتي، اروح ارميه وانا ماشي، لقيت باسكت قدامي هرميه فيه، ما لقيتش وانا ماشي في الطريق هرميه في الباسكت بتاع البيت. وده قلت لكم قاعده تمشوا بيها في حياتكم كلها، مش بس في المدرسه، في اي مكان تدخلوه. ما ينفعش وانا قاعد ارمي الحاجه اللي بخلصها او الزباله بتاعتي ارميها مكان ما انا قاعد، ما ينفعش. لو في البيت ماما هتعلقني، بره بقى خلاص يبقى احترم الناس اللي بره كمان وما اعملش ده. نحترم المعلمين ونقدر دورهم في تعليمنا وتوجيهنا. طيب خش بقى على جهود الدولة. كده احنا عرفنا الحاجات المفروض الفرد يعملها في المدرسة. جهود الدولة في تطوير الأماكن التعليمية. الدولة عملت ايه عشان تطور لنا الأماكن الخدمية التعليمية؟ الدولة طبعا بتقوم ببناء مدارس كتير وجامعات كتير، ومش بس بتبني، دي بتعمل على تطوير المدارس والجامعات من أجل مستقبل أفضل للطلاب. الدولة عشان تطور الأماكن الخدمية التعليمية بتبني مدارس أكتر، جامعات أكتر، تستوعب طلبة أكتر ويكون الطلبة جواها مرتاحين. وكمان المدارس بتطور الدولة بتطور المدارس والجامعات من أجل مستقبل أفضل للطلاب. هدخل بعد كده على الأماكن الخدمية الصحية. أنا لو تعبان هروح فين؟ المستشفيات. بتقدم المستشفيات الخدمات الصحية زي الكشف وتقديم العلاج. يعني أنا لما بتعب بروح مستشفى بتقدم لي كشف، بتكشف عليا، الدكاترة اللي هناك بيكشفوا عليا وبيدوني العلاج. طيب هاخد دور الفرد في ازاي ان احنا نحافظ على الأماكن الخدمية الصحية. أولا الحفاظ على نظافة المستشفيات. احنا اتفقنا ان في قاعدة احنا بنحافظ على نظافة اي مكان بندخله عامة، فده دور مين؟ دور الفرد، دورنا احنا كأفراد. 2
الالتزام بالهدوء عند زيارة المرضى. ما ينفعش ابقى رايح ازور حد عشان هو عمل عملية مثلا ونجحت العملية دي وافضل ازغرط في المستشفى، ما ينفعش اعمل ده، او افضل فرحان وهايص وشغل اغاني، لا مش هينفع الكلام ده. التزم بالهدوء لما ازور المرضى، لان المرضى تعبانين مش بيبقوا محتاجين دوشة. اتباع الارشادات الصحية داخل المستشفيات، يعني كل مستشفى بيكون فيها ارشادات، اماكن مثلا ممنوع ان احنا ندخل فيها كافراد، فاحنا بنتبع كل الارشادات اللي المستشفى عاملاها. اي حاجة مكتوبة على يافطة احنا بنسمع الكلام ومش ومش بنعمل عكسها. كمان تقدير دور الأطباء، زي ما قدرنا دور المدرسين في إن هم اللي بيعلمونا وبيقومونا بيخلونا أحسن، كمان الأطباء بيعملوا بيعالجونا وبيحموا صحتنا. يبقى تقدير دور الأطباء في علاج المرضى وحماية صحتنا. جهود الدولة في تطوير الأماكن الخدمية الصحية، إزاي الدولة بتطور الأماكن الخدمية الصحية أو الدولة بتطور الخدمات الصحية للمواطنين. قالك الدولة بتقوم ببناء مستشفيات جديدة، وحدات صحية، الوحدة الصحية اللي احنا بنطعم بيها الولاد الصغيرين، توفير الأدوية. يبقى الدولة عشان تطور الأماكن الخدمية الصحية أو الخدمات الصحية بشكل عام بتبني مستشفيات وبتبني وحدات صحية وبتوفر بتوفر أدوية. كما أطلقت الدولة مبادرات للكشف المبكر عن أمراض كتيرة جدا، في أمراض مستعصية او في امراض مزمنه زي مثلا الضغط، السكر، الوباء الكبدي، امراض كتيره قوي. المهم الدوله اطلقت مبادرات للكشف عن هذه الامراض، وكمان بتقدم علاج لهذه الامراض. مبادره مهمه جدا اسمها مبادره 100 مليون صحه، دي من ضمن المبادرات الصحيه اللي بتقدمها الدوله. انا هشرح وانتوا الجزء اللي واقف معاكم هتعيدوه تاني، يعني ترجعوا شويه تتفرجوا على الحاجه اللي انتوا عايزينها براحتكم، بقى الفيديو معاكم بعد كده اعملوا فيه اللي انتوا عايزينه. ندخل بعد كده على الاماكن الخدميه الامنيه اللي بتخلينا في امان. عندي ممكن يخليني في امان؟ الشرطه بتخليني في امان، لو في حرامي الشرطه بتقبض عليه، لو في حد بيعمل مشاكل وبيثير الشغب او بيعمل اي مشكله امنيه في الشارع الشرطه برضو بتقبض عليه. طيب عندي مكان تاني اسمه مراكز الحمايه المدنيه، ودي هنعرف بتعمل دلوقتي، اللي بتحمي الناس. نبدا بالشرطه. بتقدم الشرطه العديد من الخدمات الامنيه، ومنها حفظ الأمن والنظام، هي اللي بتحافظ لنا على الأمن والنظام. كمان بتقدم خدمة ضبط المخالفين والخارجين عن القانون، اللي بيخالفوا القانون الشرطة بتقبض عليهم تحمينا منهم، اللي بيخرجوا عن القانون ويعملوا حاجة غلط برضو الشرطة بتحمي الناس منهم. كمان بتنظم المرور، في شرطة مخصصة لتنظيم المرور اللي هي شرطة المرور. شرطة النجدة اللي بينجدونا بسرعة لو عندنا مشكلة. كمان الشرطة من مهامها إصدار الوثائق الرسمية، يعني لو عايز تطلع شهادة ميلاد، بطاقة، كل الحاجات دي بتعملها فين؟ في الشرطة. يبقى الشرطة بتدينا خدمات أمنية مهمة قوي، زي حفظ الأمن والنظام، ضبط المخالفين والخارجين عن القانون، تنظيم المرور والنجدة، وإصدار الوثائق الرسمية، الأوراق الرسمية اللي بتخص الأفراد. دور الفرد في الحفاظ على الأماكن الخدمية الأمنية. أنا كفرد لازم ليا دور في أي حاجة في بلدي. أول حاجة طيب هعملها مع الأماكن الخدمية الأمنية أو الناس اللي بتأمني اللي هي الشرطة، علينا احترام رجال الشرطة، لازم احترم جدا 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 رجال الشرطة وأقدر دورهم هم كمان في حمايتنا. 2، التعاون معهم، بمعنى ما ينفعش ابقى شايف حرامي وابقى عارف ان الشخص ده سرق والشرطة تسألني واقول لهم ده ما حصلش، فطبعا لازم نتعاون معهم. لو في حاجة سألونا عنها او في حاجة احنا شفناها نقول لهم ونبلغهم بيها عشان خاطر يقدروا يحمونا ويحموا كل كل الناس اللي حوالينا. يبقى التعاون مع الشرطة وتجنب اي افعال قد تعرضنا او قد تعرضنا او تعرض الاخرين للخطر. يعني اتعاون مع الشرطة وابعد عن اي افعال هتعرضنا وتعرض الاخرين للخطر. طب ازاي الدولة؟ جهود بقى الدولة اللي عايزاكم تميزوه في كل الحاجات دي، جهود الفرد تفرقوها عن جهود الدولة. الدولة بتعمل عشان تطور الاماكن الخدمية الامنية؟ اولا بتعمل على تطوير جهاز الشرطة. طب ازاي هتطوره؟
التدريب المستمر، بتدربهم باستمرار عشان يقدروا يبقوا أحسن. تحديث الوسائل التكنولوجية المستخدمة في حفظ الأمن، بقى في وسائل كتير تكنولوجية أحدث بتحافظ على أمن الناس. زي إيه؟ يعني الشرطة جت من فترة كده وبدأت تلف على كل المحلات اللي في الشوارع وتقول لهم لازم تحطوا كاميرا، لازم تحطوا كاميرا عندكم عشان لو حصلت مشكلة، حصلت حاجة، حصلت أي حاجة، الشرطة تقدر بمنتهى السهولة تعرف تشوف إيه اللي حصل وتعرف مين اللي عمل الكلام ده صوت وصورة. فكمان بيقول لي الدولة بتدربهم على الاستجابة السريعة للحوادث، لو في حوادث أو في مشكلة أو بلاغ اتقدم للشرطة، الشرطة بقت بتروح في المكان اللي فيه المشكلة دي أو فيه الحادثة أو أيا كان المكان اللي بيدعوهم، بتروح بمنتهى السرعة. يبقى تاني الدولة بتطور جهاز الشرطة عن طريق التدريب المستمر وتحديث الوسائل التكنولوجية والمستخدمة في حفظ الأمن، وكمان الاستجابة السريعة سواء للحوادث أو للبلاغات اللي بتتقدم للشرطة. مركز الحماية المدنية زي الإطفاء اللي هم احنا بنقول عليهم المطافي، بيقوم مركز الحماية المدنية بإخماد الحرائق. يعني لو في حرائق هو بيطفيها زي الصورة اللي قدامكم دي، طبعا بيطفوا أي حرائق بمختلف أنواعها، وبيعملوا عمليات إنقاذ للأشخاص المحاصرين. يعني لو حصلت حادثة سواء حوادث الطرق او انهيارات المباني، حوادث الطرق ان تحصل حادثه على الطريق او مبنى ينهار اللي هي البيوت اللي بتقع، فمركز الحمايه المدنيه بيروحوا ينقذوا الاشخاص المحاصرين في هذه الحوادث. مش بس كده، دول بيقدموا كمان مساعدات للمتضررين من الكوارث. يبقى تاني مركز الحمايه المدنيه بيقوموا بإخماد الحرائق لو قامت حريقة سواء ايا كان ايه نوع الحريقة دي هم بيطفوها، القيام بعمليات انقاذ الاشخاص المحاصرين سواء في حوادث الطرق او انهيارات المباني، بالاضافة الى تقديم الدعم يعني المساعدة للمتضررين من الكوارث الطبيعية زي اللي بيحصل عندهم زلازل وبيتضرروا، مركز الحماية المدنية بيقدم لهم الدعم او المساعدة. الاماكن اللي عندنا بعد كده الاماكن الخدمية التجارية زي الأسواق، بيع وشراء. نذهب إلى الأسواق لشراء احتياجاتنا، بنروح نجيب احتياجاتنا منين؟ من السوق. ومستلزماتنا، لو أنا عايزة اشتري أي حاجة، طعام أو ملابس أو أدوات مدرسية، أي حاجة أنا عايزة اشتريها بروح أجيبها من السوق. وهي بذلك بتقدم لنا خدمات تجارية. يعني ايه تجارة؟ يعني بيع وشراء. يعني انا لو عايزه اشتري اي حاجه هروح للسوق، سواء عايز طعام او ملابس او ادوات مدرسيه وكده. دي اللي احنا بنعمله ده اسمها عمليه او خدمه تجاريه او عمليه تجاريه. ازاي احافظ على الاماكن الخدميه التجاريه؟ لما اجي اروح السوق يجب ان نحرص على نظافة المكان. احنا اتفقنا من اول حاجة خالص في الدرس ان اي مكان بدخله لازم احافظ على نظافة المكان اللي انا بدخله ده. 2، من الضروري الترشيد في الشراء. يعني ايه؟ يعني لما اروح اشتري حاجه ما اقعدش اشتري عمال على بطال وخلاص، لا، اشتري الحاجه اللي انا محتاجها وبس، ما افضلش اشتري على طول كده عمال على بطال. مش اي حاجه تعجبني اروح اشتريها. تمام. يبقى دلوقتي دور الفرد للحفاظ على الأماكن الخدمية التجارية. لما أذهب للأسواق يجب أن أحرص على نظافة المكان، ما أوسخش المكان. 2، من الضروري الترشيد في الشراء. يعني لازم أفكر كويس أشوف أنا محتاج إيه واشتريه. امتى يا بنتي تدخل سنة رابعة واقرا لها الجزء ده. من الضروري الترشيد في الشراء، مش أي حاجة تعجبنا نشتريها، احنا بنشتري بس الحاجات اللي احنا محتاجينها. جهود الدولة في تطوير الأماكن الخدمية التجارية. الدولة بتعمل ايه عشان تطور الاماكن الخدمية التجارية او الاسواق؟ تعمل على مراقبة الاسعار، بتراقب الاسعار. يعني مش بتسيب الاسعار في ايد التجار يغلوا براحتهم يرخصوا براحتهم، نتمنى. المهم تعمل الدولة على ايه؟ على مراقبة الاسعار بالاسواق لمنع لمنع الغلاء. زي ما قلت لكم نتمنى، خلاص محدش يعلق. 2، التأكد من صلاحية المنتجات وسلامتها. الدولة بتتأكد، بتبعت ناس تشوف المنتجات اللي بتتباع في الأسواق دي هل هي لسه الصلاحية بتاعتها شغالة ولا انتهت بقت اكسباير. فبتشوف الدولة المسؤولة عن الكلام ده. أنشأت كمان الدولة أسواق جديدة متخصصة لبيع أنواع معينة، سوق بيبيع حاجات معينة. يعني مثلا لما أقولك سوق الجلود، فأنت هتروح تجيب من هناك منتجات جلدية بس. بالإضافة للأماكن الخدمية اللي خدناها دي،
عندنا أماكن خدمية أخرى اللي هي وغيرها. طبعا عندنا إيه؟ عندنا أماكن العبادة، دي الأماكن زي مثلا المساجد اللي بيصلي فيها المسلمين أو بيتعبد فيها المسلمين، والكنائس اللي بيتعبد فيها الأقباط. عندي مكاتب البريد، ودي اللي بنروح ندفع فيها مثلا مصاريف المدرسة، ولو حد جاي له فلوس أو حاجة بيروح ياخدها من مكتب البريد. عندي مراكز الشباب، ودي عبارة عن أندية بس مصغرة موجودة في كل حي من الأحياء، في مركز شباب خاص بيه. الأولاد بيروحوا يلعبوا هناك بقى ألعاب كتير قوي اللي هم عايزينها. عندنا كمان البنوك، ودي بتقدم لنا خدمات مالية زي إن أنا أحط فلوسي في البنك أو أسحب فلوس من البنك أو أعمل كارد من البنك أو غيره. تمام. كده يكون خلص معانا الدرس. تاني درس في الوحدة، تالت درس سوري في الوحدة التانية. عندنا طبعا واجب هنحله الحصة الجاية بأمر الله. عندكم امتحان على الدرس ده، وعندنا مراجعة. يعني عندنا حاجتين، عندنا امتحان وعندنا زائد مراجعة على منهج شهر اكتوبر، عشان في طلبة كتير فهمت من كلمة مراجعة ان مفيش امتحان. لا، في امتحان وفي مراجعة. اشوفكم على خير يا رب يا سنة رابعة. طبعا هنزل لكم اصعب الاسئلة المقالية على الجروب بتاعكم وعشان الكل يحلها، وكمان نموذج الإجابة جاهز. اللي عايز يبعت يستلمه، يبعت على الخاص يستلمه ويراجع إجاباته عشان يحفظها قبل ما يجي ويقفل إن شاء الله الامتحان بتاعه. أشوفكم على خير يا رب يا سنة رابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.